تعالى يا مؤمن نسمع الحته دي مين وركز فيها كويس. او يا جدعان ارون بوبينزا ده خسروا النهارده، والواد لحد دلوقتي ما تأيدش في فرقته، والزمالك رفع القضيه وخلاص، والزمالك قضيته مضمونه مليون في الميه. وهم قالوا ان الزمالك نصبه وما اعرفش، وفي الاخر طلعوا هم نصابين. المدرب اللي كان عايز بوبينزا هيقدم استقالته وماشي. فانا نفسي افهم قصه بوبينزا دي، عامله زي قصه كارترون برضو لما مشي راح يمسك نادي تعبان في السعوديه قبل نهاية القرن بيومين، فاهم؟ فالموضوع فيه حاجات غريبة يعني. انت كسبت ايه؟ الزمالك حط عليك، هتدفع دم قلبك. مش الزمالك مش هيقبل انك تلعب معاه تاني، ولا هيقبل اي صلح، وياخد منك فلوس الدنيا. فانت استفدت ايه؟ نادي كمان نادي رابط ده يعني فاهم، مش زي الاندية التعبانة، مش زي قصة كهربا ولا قصة امام عاشور. مش زي الاندية دي. يعني هو مش نادي عالي قوي ولا نادي ضعيف قوي، ولا هيقفل ولا في مصلحة.